السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نحن سنبدأ الدراسة إن شاء الله من اللغة الفصحى واللغة العامية المصرية. يلا هنبدأ. أولا هنا السلام عليكم وعليكم السلام، وبعدين ثم اللغة الفصحى هنا واللغة العامية هنا. مثلا اللغة الفصحى: لو سمحت عندي سؤال ممكن أشارك معك. لو سمحت عندي سؤال ممكن أشارك معك. لو سمحت عندي سؤال ممكن أشارك معك. اللغة الفصحى دي. واللغة العامية: معلش ينفع أقول لك حاجة؟ معلش ينفع أقول لك حاجة؟ مصريون هم يستخدمون قاف وجيم غين، هكذا أقول لك أقول لك، وهنا حاجة حاجة. طيب، واللغة الفصحى: لو سمحت عندي سؤال ممكن أشارك معك. واللغة العامية مصرية: معلش ينفع أقول لك حاجة؟ وهنا اللغة الإنجليزية معناها. واللغة الفصحى: تفضل ماذا تريد؟ تفضل ماذا تريد؟ تفضل ماذا تريد؟ واللغة العامية مصرية: اتفضل انت عايز ايه؟ اتفضل انت عايز ايه؟ اتفضل انت عايز ايه؟ ماذا تريد انت عايز ايه؟ واللغة الفصحى: أريد أن أعرف أنت من أي المحافظة. أريد أن أعرف أنت من أي المحافظة. أريد أن أعرف أنت من أي المحافظة. واللغة العامية: عايز أعرف محافظتك من فين؟ عايز أعرف محافظتك من فين؟ عايز أعرف محافظتك من فين. هنا عايز أريد. أريد عايز. أعرف أعرف. محافظتك محافظة. المحافظة من فين أنت من أين، أنت منين. من فين من أي المحافظة. عايز أعرف محافظتك من فين، أريد أن أعرف أنت من أي المحافظة، وهنا معناها موجود. واللغة الفصحى: محافظتي من الفيوم. محافظتي من الفيوم. محافظتي من الفيوم. واللغة العامية: أنا من فيوم. أنا من فيوم. الفيوم هذا محافظة من القاهرة، محافظة من مصر. أنا من الفيوم. أنا من فيوم. لغة الفصحى: محافظتي من الفيوم. واللغة العامية مصرية: أنا من فيوم. واللغة الفصحى: ما شاء الله حقيقي أنت من الفيوم. ما شاء الله حقيقي أنت من الفيوم. ما شاء الله حقيقي أنت من الفيوم. واللغة العامية مصرية: يا سلام، بالضبط أنت من الفيوم. بالضبط بالتأكيد. بالضبط أنت متأكد أنت من الفيوم. بالضبط بالتأكيد. بالصدق أنت من الفيوم. أنت أنت. اللغة الفصحى يستخدمون أنت، واللغة العامية أنت. من الفيوم اللغة الفصحى: ما شاء الله حقيقي أنت من الفيوم. واللغة العامية مصرية: يا سلام، بالضبط أنت من الفيوم. واللغة الفصحى: نعم حقيقي أنا من الفيوم. نعم حقيقي أنا من الفيوم. واللغة العامية مصرية: أيوة بالضبط أنا من الفيوم. نعم حقيقي. نعم في مصريين يستخدمون أيوة. نعم أيوة. حقيقي بالضبط. حقيقي بالصدق، بالضبط بالتأكيد. نعم بالتأكيد، أيوة بالتأكيد
أنا من الفيوم. أنا من الفيوم. واللغة الفصحى حسنا، هذا أحسن لي. هذا أحسن لي. حسنا، هذا أحسن لي. واللغة العامية مصرية كده أحسن لي كتير. كده أحسن لي كتير. كده كده يعني كذا. كذا ذال يعني في لغة الفصحى كذا، واللغة العامية مصرية كده. أحسن يعني أطيب، لي يعني لي أنا، كثير كثير يعني كتير. كده أحسن لي كتير يعني مثلا أنت تسافر، يعني مثلا أنت تريد أن تسافر إلى الفيوم، هناك كثير الأشياء موجود وأنت عايزين تشوف يعني تزور هنا، ولازم يعني مثلا لو حد يعرفك أو لو حد أنت تعرفه هكذا أحسن لك. عشان يعني لأن مثلا أي مكان لو أنت تريد أن تذهب، لو أنت تعرف أي شخص هكذا أحسن لك. لهذا مثلا أنت يعني تبحث عن أي شخص أو أي طالب هنا يسكن هناك يعني في الفيوم أو في أي مكان زي ما أنت عايزين تريد أن تمشي. طيب واللغة هنا فصحى حسنا، هذا أحسن لي. واللغة العامية كده أحسن لي كتير. واللغة الفصحى لماذا أحسن لك. لماذا أحسن لك. لماذا أحسن لك. واللغة العامية زي أحسن لك. زي أحسن لك. زي يعني لماذا. لماذا يعني زي. أحسن لك يعني أحسن لك. زي أحسن لك. اللغة الفصحى لأن أريد أن أسافر ذلك المكان، هنا توجد أماكن السياحة كثيرا. لأن أريد أن أسافر ذلك المكان، هنا توجد أماكن السياحة كثيرا. لأن يعني لأن أريد أن أسافر ذلك المكان، هنا توجد أماكن السياحة كثيرا. واللغة العامية مصرية عشان أسافر دي المكان وهناك حاجات كتير موجود. يعني علشان هنا لو تكتب علشان يكون عين لام شين ألف نون علشان، لكن عند النطق بس عشان يعني لام لا، لام تحذف عشان. عشان عايز. عايز يعني أريد. عشان يعني لأن. أريد يعني عايز. عايز يعني أريد. سافر دي المكان يعني أريد أن أسافر ذلك المكان. أسافر دي المكان وهناك حاجات كثير موجود، يعني هنا توجد أماكن السياحة كثيرا، يعني في اللغة العامية مختصر. عشان أسافر دي المكان وهناك حاجات كثير موجود. واللغة الفصحى حسنا، أهلا وسهلا، إن شاء الله سوف نلتحق مرة أخرى. حسنا، أهلا وسهلا، إن شاء الله سوف نلتحق مرة أخرى. واللغة العامية مصرية طيب، شرفتونا. طيب شرفتونا. طيب يعني حسنا، شرفتونا يعني أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يعني شرفتونا. إن شاء الله هنتكلم في وقت تاني. إن شاء الله هنتكلم في وقت تاني. إن شاء الله هنتكلم في وقت تاني يعني في لغة الفصحى سوف نلتحق مرة أخرى أو سوف نتحدث في مرة أخرى. هناك اللغة العامية هنتكلم في وقت تاني. هنتكلم في وقت تاني يعني اللغة الفصحى حسنا، أهلا وسهلا، إن شاء الله سوف نلتحق مرة أخرى. واللغة العامية مصرية طيب، شرفتونا، إن شاء الله هنتكلم في وقت تاني. يا أخواني الكريم، الآن نتحدث مثل المصريين في الحوار. يعني مرة اللي فات نحن كنا نعمل هكذا، هنا أنا وأنت هنا، أنا أسلم عليك وأنت يعني ترد على جوابي. السلام عليكم ورحمة الله. معليش ينفع أقول لك حاجة؟ عايز أعرف محافظتك من فين. يا سلام، بالظبط أنت من الفيوم.
كده أحسن لي كتير. عشان عايز أسافر دي المكان وهناك حاجات كتير موجود. إلى اللقاء. والآن نتحدث أيضا زي المصريين يعني في الحوار، لكن أنت تأتي مكاني وأنا أتي إلى مكانك، يعني أنا أكون مكانك وأنت تأتي مكاني. هنا أنت تسلم علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل، انت عايز ايه؟ انا من فيوم. ايوه بالظبط، انا من الفيوم. زي احسن لك. طيب شرفتونا، ان شاء الله هنتكلم في وقت تاني. يلا سلام. وسوف نعرف الآن معاني الكلمات. معلش ينفع أقول لك حاجة؟ معلش يعني معذرة أو لو سمحت. ينفع يعني يمكن. أقول لك يعني أتحدث معك. حاجة يعني شيء. يعني معلش ينفع أقول لك حاجة يعني معذرة يمكن أتحدث معك شيء، هكذا. اتفضل، انت عايز ايه؟ اتفضل يعني تفضل. انت يعني انت. عايز يعني تريد. ايه يعني ماذا. انت عايز ايه يعني انت ماذا تريد. عايز اعرف محافظتك من فين. عايز اعرف يعني اريد ان اعرف محافظتك، يعني محافظتك من يعني من فين يعني اين. عايز اعرف محافظتك من فين يعني انا اريد ان اعرف انت من اي المحافظة. انا من فيوم. هنا نعرف كل المعاني. يا سلام، بالضبط انت من الفيوم. ايضا نحن نعرف بس بالضبط يعني بالتأكيد. يا سلام بالضبط يعني يا سلام بالتأكيد انت من الفيوم. كده احسن لي كتير. كده يعني كذا. انا تكلمت في مرة اولى. انا تكلمت في مرة اللي فات. كده يعني كذا. لي يعني لي. أحسن يعني أطيب أو جيد جدا، هكذا. لي كثير يعني كثير. كده أحسن لي كثير يعني أنت من الفيوم، هكذا. أحسن لي يعني دي الخبر جميل. زي أحسن لك. زي يعني مثل. كيف. عشان أسافر دي المكان وهناك حاجات كثير موجود. علشان تكلمت معاكم. علشان عند الكتابة وعشان عند النطق. عشان يعني لأن. عايز يعني أريد. سافر يعني أسافر. دي المكان يعني هذا المكان. وهناك حاجات يعني حاجات. كثير يعني في اللغة الفصحى كثير واللغة العامية كثير موجود، لكن مصريين يستخدمون موجود. هنا عشان أسافر دي المكان هناك حاجات كتير موجود. طيب شرفتونا، إن شاء الله هنتكلم في وقت تاني. هنتكلم يعني سنتكلم أو سنتحدث. تاني يعني ثاني. طيب يا أحبائي، نحن انتهينا الفيديو اليوم. إن شاء الله سنلتقي في فيديو تاني جديد، وتكونوا ألف صحة والسلامة. السلام عليكم ورحمة الله.